سنة 2008 في مصر الجديدة، وبالتحديد الساعة 7 بالليل، راح التاجر محمد مختار على عيادة الدكتور علشان يديله فلوسه. وبمجرد ما دخل العيادة والباب اتقفل، شاف قدامه غرفة عمليات مهجورة كانت شبه السلخانة، وعلى الناحية التانية كان قاعد الدكتور محمد غريب، اللي بمجرد ما مديله ايده علشان يسلم عليه ويديله حقه، روحه كانت طالعة في أقل من دقيقة ومن غير ما يطلع صرخة واحدة. ومن كتر الغل والسواد اللي كان في قلب الدكتور ناحية الراجل ده، وبعد ما طلعت روحه عمل في جدته اللي مفيش قلب بشري يقدر يستحمله. ومن بعدها يا صديقي تتسجل في مصر واحدة من أبشع الجرائم اللي ممكن تتم على ايد بني آدم. اللي حصل في العيادة الليلة دي هي مقدرة وتمت بالفعل، بس مش على ايد دكتور، ده حرفيا على ايد جزار. قبل ما نبدأ يا صديقي ما تنساش اللايك بتاعك والشير، ويلا بينا. لأجل ان الكل قصة بداية، فبداية قصتنا كانت سنة 2010 في منطقة مصر الجديدة. في الوقت ده بيحصل جريمة من اخطر واغرب الجرائم اللي ممكن تسمع عنها، ولكن خلونا نرجع بالزمن شوية لورا علشان نعرف القصة من اولها. من حوالي 30 سنة كده كان لسه الدكتور محمد غريب متخرج من كلية طب. وقتها اختار ان هو يتخصص في واحدة من اصعب التخصصات اللي كانت موجودة، وهي الغدد الصماء. وده لانه كان دكتور شاطر ومميز جدا في وسط زمايله. قدر ان هو يخلص كل الدراسات والدرجات العلمية بتقدير امتياز، وقدر في وقت قصير جدا من شغله يصنع اسم كبير ومميز في مصر وباقي الدول العربية. وده شيء طبعا كان مخليه محقق مكاسب مالية كبيرة. وقدر من بعدها يفتح بدل العيادة 3 مش بس واحدة. اول عيادة كانت في مصر الجديدة، والتانية كانت في المهندسين، والتالتة كانت في وسط البلد. وده كان بجانب انه كمان بيدرس في كلية الطب. ده لدرجة ان الناس كانت بتبقى هتتجنن ازاي بيجيب وقت لكل ده. بس طبعا يا صديقي هو ما كانش بيعمل كل ده لوحده، ما فيش حد يقدر يعمل كده، ولكنه قدر يكون فريق كبير من الدكاترة المساعدين وكمان فريق تمريض. وكان من ضمن فريق التمريض ده كان في واحد بس مقرب منه جدا، وهو اللي كان كاتم اسراره. والشخص ده يا صديقي كان اسمه احمد عبد اللطيف، وده كان المساعد الشخصي ليه. هو احمد ده بقى كان يعرفه من زمان، من اول ما اتخرج واشتغل في المستشفى الجامعي. او ده الشخص الوحيد اللي تقدر تقول عليه ان ده اكتر بني ادم الدكتور محمد بيأمن له. احمد عبد اللطيف حرفيا كان يعرف كل حاجة عن الدكتور محمد غريب، تحركاته وفلوسه والجوانب السرية اللي موجودة في شخصيته، واللي كان منها برضه تجارته السرية سواء كانت حلال بقى او حرام. من كتر ثقة الدكتور في احمد ده كان مخليه هو الواجهة لكل حاجة في تجارته وشغله بالكامل مع الناس. الدكتور كان مجرد انه بيدير الامور من الباطن علشان ما يظهرش، واحمد عبد اللطيف هو اللي كان في الوش. وده كان سبب الحالة المادية كويسة لاحمد، لان شغله ما كانش متناسق مع دخله كممرض. تيجي بقى وتسألني وتقول لي ايه نوع التجارة دي بقى؟ هقول لك يا سيدي، كان حرفيا بيتاجر في اي حاجة وكل حاجة. تجارة عملة ماشي، ادوية شغال، تجارة أجهزة مش مطابقة أصلا ما يضرش. الأهم بالنسبة لهم إنهم كانوا يقدروا يحققوا مكاسب عالية، وده طبعا كان بيتم في السر. في الواجهة هو دكتور محمد غريب المحترم اللي بيدرس في كلية الطب. أما بقى في الخفا فتحت الساحة دواهي. دكتور محمد كان من عشاق التجارة الشمال، وكان عنده استعداد يشارك أي حد مهما كان هو مين. ولحد ما في مرة لفت انتباهه ممرضة شغالة معاه وكان اسمها سماح. سماح كان باين عليها إن حالتها المادية مرتاحة جدا، بتلبس لبس غالي وشكلها كويس، ده غير كمية الدهب الضخمة اللي لابسها في ايديها. واكيد يعني مش من المرتب التعبان اللي هو بيديهولها، ما هو برضه هو كان ادرى بالبير وغطاه. الفضول خلى الدكتور محمد يدور ورا سماح علشان يعرف ايه سر الحالة الكويسة دي. فعرف وقتها ان جوزها ده تاجر اجهزة كهربائية، وجوزها ده عنده علاقات كويسة جدا في السوق وليه سنين في المجال، وطبعا كان عنده اسرار المهنة اللي بيعرف يكسب منها كويس جدا. الدكتور محمد حس ان دي فرصة ما تتسابش، وعشان كده اخد قرار انه لازم يتعرف عليه. التاجر ده كان اسمه محمد مختار، وده كان عنده مخزن كبير ومحل كان بيبيع فيها الاجهزة بتاعته، وكان شغال في المجال بقاله سنين،
ولكن برضه كانت في تركاية بسيطة كده شمال في الحوار، لان مختار كان شغال في الاجهزة اللي بيبقى فيها عيوب صناعة ولكن مش ظاهرة للعين، وطبعا يعني ما بيقولش للناس ان دي اجهزة فيها عيوب وبيبيعها على انها جديدة، ومحدش بصراحة كان بيكتشف ان فيها عيوب وهو اصلا ما كانتش فارقة معاه. هو بيشتري الاجهزة دي بسعر قليل ويرجع يبيعها للزباين بسعر عالي، وبكده يكون بيحقق مكاسب كبيرة. الدكتور محمد بقى يا معلم عرف المعلومات دي والموضوع زغلل في عينه اكتر، وعن طريق سماح بيوصل لجوزها وفعلا هما الاتنين بيتقابلوا، ولما بيقعد مع الدكتور محمد بيفهمه كل حاجة، والدكتور محمد بيفهم منه كمان انه يقدر يستثمر معاه الفلوس دي هيشتري بيها اجهزة فيها عيوب وبعد كده يهيئها ويظبطها ويرجع يبيعها تاني، ويدي للدكتور نسبة وارباح عالية جدا، وقال له ان هو بيضمن له مكسب كبير وسريع، وفعلا اتفقوا على كده، وفعلا استقروا ان الدكتور ده هيديله 170,000 علشان خاطر يشغلها له. انتوا عارفين يا جدعان يعني ايه 170,000 سنة 2010؟ ده كان فعلا مبلغ ضخم وكبير جدا في السنة دي، وتم فعلا الاتفاق، ومحمد مختار مضى للدكتور على وصولات بالمبلغ كامل، وفي خلال اول كام شهر من اتفاقهم كان بيبعت الارباح بانتظام للدكتور. ولكن بعد فترة مش بعيدة بدأ التاجر يتحجج ويتهرب كده بشكل غريب، الدكتور يحاول يوصل له اكتر من مرة ولكن برضه من غير فايدة، ولما سأل سماح عن جوزها قالت له ان هو خسر كل الفلوس اللي كانت معاه وفي مشاكل كتير، وساعتها سماح بتقول له اصبر شوية علشان يقدر يرجع لك الفلوس. ولكن طبعا الكلام ده ما ينفعش مع الدكتور خالص لان القرش يبقى ابوه. الدكتور رفع قضية على التاجر وحط فيها كل الوصولات اللي مضى عليها التاجر، وهنا بقى مختار عرف ان هو ما بيتعاملش مع شخص سهل، فهنا مختار اضطر ان هو يكلم الدكتور ويقول له انه يتنازل عن القضية وهيرجع له فلوسه دي على اقساط، 70,000 هياخدهم وقتي وباقي المبلغ ده هياخده على اقساط. ولكن الدكتور رفض الكلام ده وقال له انا عايز فلوسي كلها. واللي خلاه متمسك بكلامه اكتر هو انه لما سأل على مختار ده ودور وراه كويس عرف ان هو مش اول واحد يعمل معاه كده. مختار كان بياخد فلوس المستثمرين ويشغلها وبعد كده يرجعها على اقساط، وطبعا صاحبنا بياخد من واحد واتنين بنفس الطريقة. الدكتور كان مقرر انه مش بس ينتقم منه، لا ده كمان هيعلمه الادب، وبدأ فعلا في تنفيذ الخطة، وكانت اول خطوة انه تنازل عن القضية، وبعدها على طول كلم مختار وقال له انه موافق على فكرة الاقساط. ولما جه ميعاد اول قسط محمد عبد اللطيف اتصل على مختار وقال له ان الدكتور مستنيه في عيادته النهارده علشان الدكتور هو اللي هيستلم منه الفلوس وهيسلمه الوصل بايده، وطبعا يعني مختار وافق على طول، حضر الفلوس بتاعته وراح بسرعة على مصر الجديدة. كانت الساعة 7 بالليل ووصل مختار على المكان اللي موجود فيه العيادة. ساعتها لاحظ ان المكان ضلمة ومقفول وتحس كده ان هو مهجور. دخل المكان وخبط على الباب اكتر من مرة ولكن محدش كان بيرد، ولحد ما خلاص قبل ما هيمشي محمد عبد اللطيف فتح الباب وقال له اتفضل الدكتور جوه. محمد مختار اول ما دخل شاف قدامه غرفة عمليات بس كانت مهجورة وشبه السلخانة. المهم قرب على الدكتور كان قاعد على المكتب وطلع من جيبه المبلغ وبيديهوله. ساعتها الدكتور شاوله بايده وقال له اتفضل اقعد. مد الدكتور ايده واخد منه الفلوس ورماها في الدرج. فتح درج تاني على اساس انه يطلع له الوصل، ولكن في الحقيقة هو كان بيطلع مسدس. المسدس ده كان فيه كاتم صوت، وقبل ما مختار يفهم ايه اللي بيحصل كان الدكتور مسلمه 3 خبطات، واحدة في مخه واتنين في صدره، عشان في ثانية حياته تنتهي من غير ما يلحق يقاوم حتى. الدكتور والمساعد رفعوا الجتة وحطوها على سرير العمليات، ومن بعدها يا صديقي يبدأ الدكتور ده يفصل في الجتة دي بمنشار طبي ل6 قطع، وعشان يخفي اثار البصمات دي يتخلص من الاطراف بالحرق، وبعدها على طول فصل الراس وحطها جوه كيس وقفل عليها كويس. ولو فاكر يا صديقي ان البشاعة انتهت لحد هنا، هقول لك لا، لسه التقيل جاي. خد الكيس اللي كان فيه الراس وطلع بره في قلب الشارع، حط الكيس ده تحت عجلة العربية ورجع ومشي عليها اكتر من مرة، ولحد ما خلاص اتأكد ان الراس دي متساوية بالارض وانها خلاص اتفرتكت. ومن بعدها يا صديقي النار كانت جاهزة عشان تخفي بقية الاجزاء، ومن بعدها بدأ يتخلص من الاجزاء دي ومن متعلقاته الشخصية، واللي تم التخلص منهم في اماكن بعيدة ومختلفة عن مكان الجريمة خالص. ومن بعدها
بعدها الاتنين رجعوا على بيوتهم وكأن مفيش اي حاجة حصلت. طبعا تاني يوم مفيش اي خبر عن مختار، وعشان كده سماح اتصلت بالدكتور لانها كانت عارفة انه رايح يقابله. الدكتور قال لها انه ما يعرفش اي حاجة عنه، لا شافه ولا قابله ولا حتى كلمه. ولما قالت له ان مختار مختفي من امبارح ومش عارفة توصل له، الدكتور رد عليها وقال لها اهو رجعنا تاني لشغل التلاكيك والحجج، وشكل جوزك ده ما اتعلمش الادب. ومر يومين على اختفاء مختار، ولحد ما سماح بتنزل تعمل محضر في الاسم بان جوزها مختفي. سابت كل اوصافه وصورة شخصية للشرطة، ومن بعدها الشرطة بدأت تدور عليه في المستشفيات والاقسام، ولكن برضه مفيش فايدة ومفيش اي اثر لمختار. ولحد ما يشاء ربك ان عامل نظافة بعدها ب5 ايام بالظبط وفي منطقة فم الخليج بيلاقي في وقتها كيس غريب وهو شغال، ولما بيفتح الكيس في وقتها بيتصدم ان الكيس ده جواه بشرية، ويلاقي برضه كيس تاني بنفس الطريقة بس في منطقة تانية. وقتها الراجل كلم الشرطة وبلغ عن اللي شافه. الشرطة وفريق البحث الجنائي جم وفتحوا الكيس، لقوا فيها الكفين والدراعين ولكن متفحمين تماما. والكيس التاني لما فتحوه لقوا فيه الراس، ولكن الكيس التالت كانت فيه باقي اجزاء الجتة بس برضه متفحمة. وبعد معاينة مسرح الجريمة بيلاقوا في منطقة قريبة كيسين كمان فيهم باقي الاجزاء والمتعلقات الشخصية، كانوا عبارة عن قميص وبنطلون وجزمة جلد. واتنقلت كل الحاجات دي للطب الشرعي علشان خاطر الفحص. بعد محاولات كتيرة ومحاولات كانت شبه مستحيلة، قدروا يعملوا اعادة تجميع كده لحاجات بسيطة في الراس علشان يقدروا يجمعوا ملامح الوش زي الانف كده والعينين، علشان يجي من بعدها دور الرسامين اللي قدروا يوصلوا لاقرب وجه للحقيقي. وان اقرب شخص للمواصفات اللي طلعت دي هو التاجر محمد مختار اللي كان متغيب من اسبوع. ومن بعدها بيطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيقول ان الوفاة دي حصلت نتيجة خبط مسدس، ومن بعدها تم فصل الجتة دي بمنشار طبي. ولازم طبعا الشخص اللي يكون عامل كده يكون شخص فاهم ومتخصص وعارف هو بيعمل ايه كويس. الاحتمال الاكبر طبعا انه يكون يا دكتور يا متخصص بحث جنائي، ولانهم لقوا اثار لمواد مطهرة فالاقرب طبعا انه يكون عمل كده هو دكتور. وطبعا جابوا سماح اللي اتعرفت على طول على متعلقات جوزها. ومن بعدها بيطلع تقرير الدي ان ايه اللي بيأكد ان الجتة دي هي جتة محمد مختار. ومن خلال التحقيق مع سماح بيعرفوا ان اخر خلاف كان مع الدكتور محمد غريب، واكدت التحريات فعلا ان كان في خلاف بين محمد مختار والدكتور محمد غريب على قضية ب170,000، ولكنه من بعدها اتنازل عن القضية والموضوع هدي. ومن بعدها على طول بيتم استدعاء الدكتور اللي بيأكد انه ما يعرفش اي حاجة عن محمد مختار، وانه كان فعلا موجود في عيادته في مصر الجديدة وقدر يثبت ده قدام الكل بالشهود. ولكن اللي كان مخلي رجالة الامن عندها شك في الدكتور ده هو تقرير الطب الشرعي. ما هو زي ما قلنا ان الشخص اللي عمل الجريمة دي كان شخص محترف، وبعد تتبع خط سير مختار عرفوا ان فعلا راح عيادة مصر الجديدة. ومن بعدها بيتم استدعاء الممرض محمد عبد اللطيف اللي بيبان عليه توتر جدا، وقدر ضابط المباحث يخوفه لحد ما اعترف بكل حاجة. وتم القبض على الدكتور محمد غريب اللي انكر انه عمل كده ورفض حتى انه يمثل الجريمة. ولكن في النهاية يا صديقي قدروا يوقعوا الاتنين في بعض لحد ما الاتنين اعترفوا، وفي النهاية اتحكم على الاتنين بحبل المشنقة. اللي انا عايز اقوله لك يا صديقي ان عمره ما هيكون بخير لو وقع قصاد واحد طماع وجشع زي ده. ومهما كانت معاك فلوس وعندك اعلى المناصب، الفلوس الغلط هتوديك للهلاك. ونيجي بقى لسؤال كده مهم عايز اساله لكم، ايه السبب اللي الدكتور علشانه خلص على مختار بالطريقة البشعة دي؟ مش عشان فلوسه بس، في سبب تاني خافي انا ما قلتهوش. اللي منكم هيتوقع السبب ده ليه هدية حلوة عندي. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من برنامج النباش. شوفوا الشوق على خير.